سعدنا ان يكون معانا الكاتب الصحفي المحترم استاذ حسن حامد، نائب رئيس تحرير جريده المسا اللي دايما الحقيقه بتشرف بيه، وبسعد ان هو يكون معانا. منورنا استاذ حسن. ربنا يخليك. صباح الورد. صباح الورد عليك. ازاي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. يعني بنعول كثيرا الحقيقه على زياره الرئيس لجنوب اسيا، جنوب شرق اسيا، خصوصا ان اول مره يزور كازاخستان، اتفاقات مهمه، والنهارده زياره طوكيو. يمكن زياره كازاخستان خدت يعني اهتمام وسائل الاعلام وحصل كلام كتير فيها، لكن احنا يهمنا هنا زياره الرئيس النهارده لليابان وطوكيو. فعايز اعرف من حضرتك ابعادها ايه. هو طبعا بدايه انا عايز اكد على ان الزيارات الخارجيه للرئيس السيسي بتتضمن عاده تحقيق ثلاث اهداف. الهدف الاول اللي هو توثيق العلاقات وبحث سبل توطيد هذه العلاقات وايجاد اليات لتوطيدها وتوثيقها وتطويرها. الهدف الثاني عاده بيبقى بحث او تبادل وجهات النظر حوالين القضايا الاقليميه والدوليه والمستجدات، واحنا قدام مستجدات مهمه جدا في الفتره الراهنه، وهي مكافحه الارهاب اللي شاغله العالم كله، وايضا مكافحه الفساد. يعني ملفين مهمين جدا. البعد الثالث او الهدف الثالث هو طرح رؤيه عن مجمل التطورات اللي كانت بتحصل في مصر سياسيا واجتماعيا في الفتره الماضيه. يعني مهم انه احنا نقدم صوره مصر للعالم، الصوره الحقيقيه. الصوره الحقيقيه. وده برضو بيستهدف حاجتين، ان انت بتحط مصر قدام عين العالم بشكل عملي، فضلا عن انه انت بتحسن صورة مصر قدام هذه العين. زيارة السيد الرئيس لليابان او لطوكيو هي بتأتي ضمن جولة اسيوية بتضم 3 دول، كازاخستان، واعتقد انه خلال ساعات هتنتهي الزيارة بتاع كازاخستان، ثم سيسافر اليوم مساء إلى اليابان، ويليها بعد ذلك كوريا الجنوبية. الزيارة بتاعت اليابان، احنا عارفين طبعا اليابان دي حاجة زي ما قلت حضرتك في التقديم، انه الناس اعتادت على انه تسمي اليابان كوكب اليابان. الناس منبهرة بالنموذج الياباني فيما احدثه من تطور تكنولوجي. الناس بتعتبر انه المواطن الياباني هو اذكى مواطن في العالم، لانه لو بصيت لتاريخ اليابان هتلاقي حضاره اليابان حضاره حديثه، ما هياش قديمه، وكمان مستمده من الصين ومن كوريا، باعتبار انه ايه يعني نظرا لعوامل القرب وقع بين الحضارتين. بالظبط. انا عايز كمان اشير بس لمشاهدينا مشقه هذه الرحله. يعني اليابان طيران 18 ساعه او 20 ساعه تقريبا من القاهره، بس طبعا الرئيس كان في كازاخستان. لكن انا بقول يعني ان رحله جنوب اسيا دي، جنوب شرق اسيا دي، في الطيران وفي المواصلات بتاعتها شقه للغايه. يعني هو الحقيقه انا يعني بدعي ربنا للسيد الرئيس انه ربنا يديله الصحه، لانه مش ما بيهمتش يعني يعني خلص افريقيا يطلع على اسيا، خلص اسيا يطلع على اوروبا. يعني الحقيقه من ساعه ما مسك الحكم وهو مستمر في هذه الجولات بشكل فعلا نشط وفعال. وربما ده يدينا كمان مؤشر انه السياسه الخارجيه المصريه الان اصبحت تعتمد على انك تفعل علاقاتك بمختلف الدول. يعني احنا عمرنا ما سمعنا عن رئيس مصري زار كازاخستان. الرئيس السيسي بيزور اليابان، وبيعتبر اول رئيس بيزور اليابان منذ 16 سنه. يعني اليابان معروف ان هي ليها ايادي بيضاء كثيره على مصر. هي انشأت كوبري السلام، انشأت طبعا الاوبرا، انشأت وبعدين بهدوء يا حسن، انشأت يعني المتحف المصري الكبير. في دول يعني بتعمل ضجه لما بتدي منح او بتدي مساعدات لدوله اخرى. اليابان حتى في اسلوب المنح بتاعتها او المساعدات في رقي بشكل كبير جدا. يعني اعتقد ان مفيش كلام ان هيئه المعونه اليابانيه الموجوده في مصر، الجايكا، عامله شغل مهم جدا وبلا ضجه. ومحدش بالظبط بلا ضجه، يعني محدش يعرف ان حاجه ان في مصر في هيئه المعونه اليابانيه اسمها الجايكا عامله مشروعات تنمويه في مختلف الوزارات المصريه ومنح بالملايين، وبالرغم من كده يعني ما حدش يسمع الضجه دي قوي. نعم. هو لذلك انا بقول انه زياره الرئيس لليابان تتسم ببعدين او باتجاهين. الاتجاه الاول انه بيتمثل في اهميه كبيره، اهميه سياسيه، نظرا لما
للعلاقات المتبادلة بين مصر وبين اليابان. فضلا عن انه اليابان هي عضو في مجلس الامن. يعني هناك ايضا اهمية اقتصادية في حتة انه احنا قدامنا عاصمة ادارية جديدة، عندنا محور قناة السويس، عندنا قناة شرق بورسعيد. طب يبقى يعني اجندة الزيارة لليابان بتأتي على اولوياتها العاصمة الجديدة، الناحية الاقتصادية، الاقليم قناة السويس الجديد، يعني ايه المستهدف؟ هو في يعني 3 ملفات اساسية على جدول اعمال هذه الزيارة. الملف الاول بيرتبط زي ما قلت حضرتك المشروعات الاقتصاديه اللي مطروح ان اليابان تساهم فيها في مصر، في انشائها في مصر. يعني هيتم توقيع مثلا 3 اتفاقيات كبيره. الاتفاقيه الاولى خاصه بانشاء مركز استقبال في مطار برج العرب. الاتفاقيه الثانيه خاصه بانشاء محطه للطاقه الشمسيه في الغردقه. الاتفاقيه الثالثه خاصه بتطوير 3 محطات كهرباء كبيره في مصر. فضلا عن انه هيتم توقيع 15 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة وطاقة الفحم والطاقة المتجددة وشبكة الطرق والمواصلات والتعليم يا استاذ حسن. ما هو التعليم ده ملف تاني، ملف منفصل. ملف منفصل. هو المفترض انه على جدول الاعمال هيبقى في مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني اللي هو سينزو آبي، وهيتعمل منتدى اقتصادي. المنتدى الاقتصادي ده هيشارك فيه كثير من المستثمرين ورجال الأعمال اليابانيين، وهيطرح السيد الرئيس مع الدكتور أحمد درويش المشروعات اللي هي متاحة في مصر للمشاركة فيها. فبيجي في مقدمتها المشروعات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المشروعات الخاصة على برضو ضفتي محور قناة السويس وقناة شرق بورسعيد. دول تقريبا اهم حاجات. بس هو فضلا عن معلش عفوا، فضلا عن انه هيبقى في مباحثات مع محافظ طوكيو. يعني ليه؟ لانه طوكيو لها تجربه رائده في حل مشكله التكدس المروري. المرور طبعا. احنا نعرف ان طوكيو دي مدينه، هي طوكيو على فكره بالياباني معناها العاصمه الشماليه، وهي مركز الثقل العسكري والثقافي في اليابان. طوكيو بتعتبر اكبر تجمع حضاري في العالم، بيسكنها 30 مليون نسمه. فتخيل انت مدينه فيها 30 مليون نسمه كيف حلت مشكله التكدس المروري. فاحنا عايزين نستفيد من هذه التجربه. تمام. فضلا عن انه ليها برضو تجربه رائده في شبكه الطرق والمواصلات والبنيه الاساسيه. طيب هرجع بس مع حضرتك شويه للملف الاقتصادي. الحقيقه لغه الارقام في الاقتصاد بتكون واضحه المعالم جدا. حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان تقريبا 3 مليار دولار، وهو رقم متواضع للغايه. للغايه يعني. اذا ما علمنا مثلا ان حجم التبادل التجاري مثلا ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل مثلا على سبيل المثال 23 مليار يعني. فتخيل الحجم التبادل ايه، واحنا بنتكلم في 3 مليار ما بين مصر واليابان. والحجم ده تناقص كثيرا من عام 2012 بعد ثورة 2011 إلى الآن، خصوصا من ناحية الصادرات المصرية لليابان. يعني هي كانت في 2012 تقريبا 3 مليار، مصر بتصدر ب 3 مليار من اليابان، من مصر لليابان. الآن في 2016 مصر بتصدر ب 1.3 مليار. فتقريبا التلت تراجع في الصادرات. انا مش بتكلم احنا بنستورد منهم ايه، احنا بنصدر لهم ايه. فالنقطة دي اعتقد يعني محتاجة تنشيط جامد هنا للصادرات المصرية، المصانع، حتى الصناعات الصغيرة، الحاجات اللي احنا عندنا الحاجات بيحبوها قوي اليابانيين، النباتات الطبية والعطرية والبصل المجفف والثوم المجفف بيحبوه جدا. طب احنا فين من الكلام ده؟ هو طبعا بشكل عام يعني كما هو سيحدث من اتفاقات مع اليابان، اتصور انه ده هدف اساسي لكل الزيارات الخارجيه للسيد الرئيس او لدوله مصر في التعامل مع الدول الاخرى، انه تنشط الصادرات، انه تنشط الاستثمارات الداخليه، يعني تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، على اقامه مشروعات وانشاء يعني في مختلف المجالات. انا عايز اعقب على يعني كلام حضرتك بفكره انه احنا نفتكر من خلال ايام بسيطه، يعني تقريبا كان يوم الاربعاء اللي فات او الخميس، تم اطلاق اول استراتيجيه مصريه
ليها بعد مستقبلي. يعني احنا كنا دايما طول الوقت بنقول ده امريكا لما بتخطط للمستقبل بتحط مثلا خطه استراتيجيه وبتعمل على 50 تنفيذها سنة. لمده 50 سنه. اه. هذا البعد بقى مستجد مهم جدا في السياسه المصريه الداخليه. يعني اذا افترضنا او اذا ايقنا انه هناك اهتمام بالسياسه الخارجيه، فهناك اهتمام بالسياسه الداخليه، وتم اطلاق هذه الاستراتيجيه بعنوان رؤيه مصر 2030. هذه الرؤيه وضعتها وزاره التخطيط. كيف تكون مصر على مدى 15 سنه، يعني لما يجي عام 2030 مصر هيبقى شكلها ازاي. هذه الاستراتيجيه بتستهدف 4 اهداف اساسيه، من بينها طبعا تنشيط الاقتصاد. اول حاجه عايزين نجعل من مصر نجعل مصر من افضل 30 دوله على مستوى العالم في المجالات السياسيه والاقتصاديه والبيئيه والتنمويه، فضلا عن تحقيق نوع من انواع جوده الحياه والارتقاء بمعدل النمو ال 10% سنويا، طبعا مع مراعاه الابعاد السياسيه والاجتماعيه وما الى ذلك. بيجي البعد الثالث او الهدف الثالث هو فكره تحقيق مبادئ احترام حقوق الإنسان مع سيادة القانون. ده كله بيتوازى مع السياسة الخارجية النشطة والفعالة. فأنا عايز أقول لحضرتك إنه ربما أنا يعني متفائل بإنه الفترة اللي جاية هيبقى فيها نوع من أنواع تطوير الحياة المصرية بشكل عملي. يعني على أرض الواقع، ما هواش زي ما كنا زمان بتنظم مؤتمرات وبيحصل كلمات وخطب للرؤساء المصريين في المناسبات المختلفة، ويقول لك احنا حققنا معدل نمو مش عارف ايه. الشعب بيقول طبعا، الشعب تشبع لا يعني كمان احنا عندنا يقول لك باللغه العربيه يقول لك ضجيج بلا طحين. ايوه. لكن نعم. طبعا نعم. يعني طبعا كلنا اصولنا نعم. فيها يعني ناحيه ريفيه، اللي هو يقول لك يعني انت بتعمل دوشه بس ما فيش ناتج. بالظبط. لا دلوقتي احنا قدام بعدين مهمين. البعد الاول، انت بتنفذ سياسه خارجيه، عمال تفعل علاقاتك مع دول لم تكن مطروحه على الخريطه. ايوه. ويعني ما عمرنا سمعنا مثلا سنغافوره ممكن يبقى فيها مجال للاستفاده المصريه نستفيد منها. ما عمرنا سمعنا انه برضه كازاخستان كدوله ممكن نستفيد منها. عايز ارجع مع حضرتك لملف التعليم. ويعني الملف ده اعتقد بيؤرق كل بيت مصري. ايوه. سواء من ناحيه المناهج او اسلوب التعليم في مصر او الدروس الخصوصيه. يعني نعم. يعني مشكله التعليم ده دي ليها ابعاد او ليها ظلال على الاسره المصريه وعلى الناتج نفسه، يعني منتج العمليه التعليميه على الدوله كلها، على شكل الدوله. منتج العمليه التعليميه يعني في مشكله حتى مع سوق العمل، او لما بيسافروا بره الشباب بيلاقي ان هو خارج الاطار خالص. طب تفتكر يعني القضيه دي هتبقى مطروحه ازاي في ملف هو المتفق التعليم عليه بين مصر واليابان؟ نعم، المتفق عليه بشكل عام برضو انه الثقافه والتعليم هما محورين لصنع حضاره اي بلد. تمام. فاحنا الحمد لله عندنا ثقافه متراجعه ومترديه، وبننادي دائما بانه الثقافه لابد ان تتطور. كذلك التعليم ملف مهم جدا في مصر لان مشاكله كتيره قوي، وتعاقب اكثر من وزير على وزاره التعليم ولم يستطع ان يحل هذه المشكلات. ربما احنا بنستفيد من الزياره دي بتاعه اليابان في ملف التعليم، خاصه التعليم الاساسي والتعليم الفني وما يعني يرتبط بالدراسات العليا. احنا عندنا جامعه في برج العرب اسمها جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، دي مرتبطه دراساتها ومقرراتها بالدراسات العليا فقط. هيبقى في مساهمه من الجانب الياباني في انه هذه الجامعه تخصص ايضا لخريج الثانويه العامه. ففضلا عن انه تم الانتهاء دلوقتي من برضو تطوير 100 مدرسه، فملف التعليم بيحتل برضو اهميه كبيره على جدول اعمال السيد الرئيس. يا رب ان شاء الله تكون زياره موفقه وناجحه ويكون لها المردود المطلوب على حياتنا هنا المواطنين المصريين. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ حسن حامد نائب رئيس تحرير جريده المسا. شرفتنا يا فندم ودايما يسعد صباحك. شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل وهنرجع لحضراتكم بتاني فقراتنا على الهواء، والفقره مع الاستاذه الدكتوره هويدا مصطفى وهي استاذ الاعلام في جامعه القاهره، والحديث عن